قل سرطان الرئة عادة يظهر في المرحلة الرابعة. في ذلك الوقت يصبح غير قابل للعلاج. معظمهم ستكون نتيجة إدارة سرطان الرئة سيئة جدا، لذلك يجب عليك اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة. لذلك في معظم الأوقات سيكون سرطان الرئة بدون أعراض في المرحلة الأولى والثانية. لذلك نحتاج إلى فحص سرطان الرئة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر عالية. المرضى المدخنين بكثافة، الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر لأكثر من 15 سنة، أو أي تاريخ عائلي لسرطان الرئة أو أي نوع من السرطان. هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الخضوع لفحص سرطان الرئة حتى نتمكن من اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة، حيث يمكننا تقديم علاج شافي وزيادة معدل البقاء على قيد الحياة. لذلك نحن نستخدم العديد من الأدوات لتشخيص هذا. تكون أداة الفحص المقطعية بجرعة منخفضة. هذه هي أداة الفحص الأكثر شيوعاً لاستخدامها في فحص سرطان الرئة. بمجرد أن نكتشف أي عقدة أو شيء غير طبيعي، يمكننا إجراء تقييم إضافي باستخدام فحص أو فحص، ويمكننا أيضاً إجراء خزعة من خلال تنظير القصبات، أو باستخدام الموجات فوق الصوتية الموجهة عبر القصبات أو خزعة، حتى نتمكن من اكتشاف وتشخيص سرطان الرئة في المرحلة الأولى والثانية، وبالتالي يمكننا تقديم علاج شافي، مما سيزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى أكثر من 70 إلى 80%. عادة ما يظهر سرطان الرئة في المرحلة الرابعة. معدل البقاء على قيد الحياة يكون فقط من 3 إلى 5% فقط.